مشاهدينا الكرام، جيناكم بخبر عاجل من الأطلس الكبير بإقليم الظلال. عاش أمس حالة استنفار قصوى بسبب العاصفة الثلجية اللي طلبت تدخل بطولي لإنقاذ المواطنين. الخبر كيتعلق بنداءات استغاثة عاجلة توصلت بها السلطات المحلية، كتشير لوجود مجموعة ديال المواطنين عالقين وسط الثلوج، وبالتحديد هذا الشيء وقع على مستوى منطقة تيزعة بجامعة أيت تيمليل، وهذا الشيء كان نتيجة تساقطات الثلجية الكثيفة اللي غطت المنطقة وخلات بزاف ديال المسافرين ما قدروش يكملوا الطريق ديالهم. بمجرد ما توصلت المصالح المختصة بهذا الإشعار، تحركت السلطات الإقليمية بسرعة وفعالية. تم تسخير آليات لفك العزلة ودفعها للمنطقة في وقت قياسي. هذه الفرق ديال التدخل تمكنت من الوصول لمكان الناس العالقين رغم الظروف المناخية الصعبة، ونجحت في إخراج ديالهم ونقلهم لمناطق آمنة بعيدا عن الخطر. هذا التدخل السريع خلف ارتياح كبير عند المواطنين، وهذا الشيء كيبين مدى جاهزية السلطات للتعامل مع هذا النوع ديال الطوارئ. ورغم نجاح هذه العملية، السلطات ما زالت كتدعي المواطنين لأقصى درجة الحيطة والحذر، خصوصا أن الطريق ما زالت فيها تساقطات متفرقة، وشدوا على ضرورة احترام التعليمات الرسمية وتجنب السفر بهذه الظروف للضرورة القصوى. كانت هذه صورة مشرفة للتضامن والروح المسؤولية. هنا وصلنا نهاية النشرة ديالنا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.